مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم غالياتي اللي دخلتوا لقناتي. نقول لكم مرحبا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي اللي نورتوني واللي دخلت لقناتي وهي جديده. نقول لك ربي يفرحك ويهنيك ويسعدك يا حبيبه قلبي، ما تنسيليش اعجاب للفيديو واشتراك في القناه ونصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بسم الله على بركه الله. الهمسة تاع اليوم يا البنات حبيت نحكي عليها على واحد الظاهرة اللي راهي يعني منتشرة بكثرة وعلاجة تفرقتوا العائلات يعني ما بيناتهم وما بقاتش العشرة والمحبة تاع الزمان. الهمسة تاع اليوم وش تقول؟ شوفوا سمعوا مليح يا البنات واعطوني رايكم إلا راني على صواب ولا راني غلطة. كي تدخلي مكان حيطانه مقشرين احكمي فمك إلا انتي ربي رزقك وهما ما لحقوش يعاودوا السبيغة. كي تدخلي لمكان وفراشو قديم احكمي فمك إلا انتي ربي رزقك وهما ما لحقوش يبدلوا حتى الصالون. كي تدخلي لمكان ويحطولك تاكلي ولا تشربي في سيرفيس قديم احكمي فمك اذا انتي ربي رزقك وهما ما لحقوش حتى يجدوا الماعن تاعهم. كي تدخلي لمكان ويحطولك تست قهواي ولا تاكلي من الحاضر وش كاين في الدار احكمي فمك اذا انتي ربي رزقك وهما ما لحقوش ياكلوا كيفك ما لذ وطاب. يعني خلاصة القول هنايا، اذا كان الهدف ديالك من الزيارة الطيبة هذه انك تزوري الناس وتخرجي من عندهم، خرجي من عندهم طرشة وعمية وعقونة. اما اذا كان هدف ديالك الزيارة باش تروحي تقرعجي وتعسي ديار الناس و... وتطيحي بيهم، وكي تخرجي من عندهم يعني ديري بيهم ميدة مستديرة وديري بيهم جرنان بين الناس، اقعدي في دارك خير لك ارحم لك. يعني تنقصي على روحك الذنوب. هكذا البنات كاينه ولا ما كاش؟ يعني هذه الظاهره يا خياتي راهي منتشره بزاف بزاف ودخلت لديورنا وربعت ورقدت كاع كيما نقولوا. زادت غطات هكا يعني فكت كامل الروابط اللي بين العائلات. وانا واش راني نشوف باللي التكلف هذا والنفاق الاجتماعي زاد فيها بزاف بزاف والله العظيم. يعني توحشنا قعدة الارض والميدة هذيك الصغيرة اللي عليها سنيوة وكيسان مخالفينه، وبالك الفنجان مدقش شوية ولا مكسر والفناجل اشكال والوان. بصح كانت الناس هيكونوا فرحانين وزهيانين وكي يسمعوا بلي راكم جايين. يعني يحطوا أجمل وأحلى وش عندهم يعني، ويطيبوا أغلى وش كاين كامل في الفريجيدار يتجبدوا ويطيبوا. ما يخموا ني على المصروف ني على الشهرية ني شحال بقى لهم دراهم ني حتى حاجة. يعني كانت القصرة الزينة ما شاء الله والله غير انا نشفى انا يا دارنا بكري، دار ماني دار العيلة الكبيرة ما شاء الله. كي كانت خالتي تجينا من البلاد ايه نفرحوا بها يعني من الصبح احنا فرحانين وزهيانين نستناوها حتى العشية كالديماري. يعني هي الديماري صبح ما تلحقش حتى الخمسة تاع العشية ونموجدين وش من الفرحة كانت هكا قلوبنا فرحانة مشي حتى. يعني سبحان الله كانت قلوب صافية ونظيفة ونقية. يعني الإنسان لما يشوفك تبكي يبكي معاك، يشوفك تضحكي يضحك معاك، فرحانة يفرح معاك. أما اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. يعني بكري كانوا البيبان محلولين مفتوحين، الجار يفتح على الجار. أما دوكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذه الظاهرة حتى في الجنائز، وهذه شفتها عيني واحد ما قالها لي. حتى في الجنائز لما يموت أهل البيت هكذا والله غير جار ولي مقابله الدار في الدار، الباب في الباب، ما يفتحلوش دارو ما يفتحلوش بيتو. يعني الناس مش قادرة وين تقعد والله وهو غالق الباب تاعو تاع دارو. يعني خايف على قشو خايف على دوزانو. والله العظيم غير كارثة وخلاص. ربي يلطف بينا على وش راهو يصرالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا غالياتي باش نكملوا الحكاية انتم راكم تشوفوا في لا فيديو و... وراكم تسمعوا معايا. على كل حال شوفوا هنا راح نقشر كامل هذيك الخضرة كما راكم تشوفوا عشوائيا هذا ما كان وحطوها الطيب. على كل حال يعني شوفوا هاد الظاهرة هادي يا الله المستعان. والله غير لازم ننقوا واش كاين في قلوبنا وننقوا واش كاين في صدورنا باش ربي يلطف بينا. هذا السوجي هذا يعني ضرني والله العظيم. وش حنقولوا احنا؟ على كل حال علمونا بكري القعدة الزينة والقلوب الصافية والضحك في المجمع الزين هو الأهم،
هو الأهم. أما هذا التزواق والحيطان والماكلة والبروتوكولات الظاهرة هذه الخداعة هذه ما عندها حتى قيمة، ما عندها حتى قيمة غير الجيعان والمخلوع اللي يعسها. هذا ما كانوا خلعة جديدة. وتبقى مكارم الأخلاق على كل حال، على كل شيء. ربي يلطف بينا وبيكم إن شاء الله. هذا وش حبيت نقول. هذا هو روتيني تاع نهار اليوم، إن شاء الله يكون نايل إعجابكم. شوفوا البنات كنت جبت أنا هادوك الجناحتين، ديكونجليتهم على كل حال وحطيتهم. دوك تشوفوا شاني حندير بيهم، ونحيت هذاك السرسو تاع الدجاجه هذاك، راني حندير به لاصوب هديه اللي مخلطه فيها كامل الخضره. وش كانت عندي في الفريجيدار يا البنات، ما كلفت روحي ما والو. كانت عندي حبه بسباس جبتها، حبيبه تاع زروديه، شويه بطاطا، البصل هذاك اللي شتوني. كانت عندي حبه كنت فتحتها من قبل، خليتها البارح كيما نقولوا. اما لفت فيها هي اللي حطيتها، وزدت عاود فتحت حبه بصله كانت كبيره. دوك غدوه ان شاء الله نزيد نطيب بيها وهي رايحه. ما على كل حال ما نخليهاش اكتر من النهار، نخاف تتاكسد لي ويصراو لي فيها الجراثيم ولا. هذه هي. وكما راكم شفتوا معايا هذاك الباطه تاع المعدنوس والحشيش يا البنات، لو كان تولوا الفيديوهات تاوعي السابقين نقول لكم بالك يا ربي لا مانيش خايفه نغلط، بالك عندهم اكثر من 15 يوم ولا 20 يوم ملي درت معاكم هذاك الروتين تاع المعدنوس كيفاش نخبيه. يعني كما راكم شفتوا ما صرالو والو. انا مانيش من الاكلات بزاف هادو تاع الحشاوش والمعدنوس، نحبهم بصح الاولاد تاوعي كي يشوفوا الحشيش والمعدنوس في الماكله يرفزوا لي الماكله، فانا وليت نستغنى عليهم شويه. انا المهم ولادي ياكلوا يا البنات. هادو ما كمعطرات يعني ملاح يزيدوا البنه ماكله، يزيدوا الماكله البنه بصح الله غالب انا نشوف على واش ياكلوا وليداتي. المهم حبيت نزيد نبارطاجيه معكم هكا باش تشوفوا باللي صح 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 هذه التدبيره هايله. وهنا يا غالياتي كما راكم تشوفوا هذوك الجناحتين درت لهم التابل اللي يحتاجوه وكما راكم تشوفوا عطرتهم مليح الله الله، وحطيته في الثلاجه. ان شاء الله المره الجايه نحط لكم الفيديو عليه وش درت يعني به وكيفاش طيبته كامل. وهنا كما راكم تشوفوا المعدنوس هاوليك نقيته، نحيت هذوك الخاسرين، استغنيت عليهم رميتهم على كل حال. وهذا شوفوا مازالوا على حاله شغل شريت ربطه جديده، وهي هذيك الربطه يا البنات، هي صدقوني. غير هذه هي الربطه اللي شتوها معايا، نحيت لها غير هذاك الخماج اللي كان فيها، وهذا وش بقى منها شوفوه لاباس عليها ومازال تزيد دايم معايا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا عاودت درت هذاك البابي هذا بابي الماس، ونعاود نرجعه في بابي كويسون كما راكم تشوفوا، ونعاود نخبيه ويزيد يبقى معايا مده يا البنات. دوكا انا ما على باليش اسكو باغ اكزومبل هاد الطريقه عيانه ولا المعدنوس باغ اكزومبل كي يقعد في الفريجيدار بزاف كش ما يصرالو ولا صح، يعني راه قاعد على حاله عادي. ما كيما شغل شريته من عند البائع جديد كيما راكم تشوفوا. ماذا بيا البنات نتوما تانيك تعملوا بهذه الطريقه، وكما يقول الواحد ينقص عليه شويه مصاريف كيما راكم تشوفوا. يعني ماذا بينا هكا لما نشرو قديان تاع الخضره، ماذا بينا يبقى لنا كيما يقولوا اسبوع ولا هكا نقصوا شويه من المصاريف. المهم ربي يطيح البركه ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا لاصوب تاعي طابت، خرجت بزاف بزاف بنينه يا البنات غالياتي. انا على كل حال كنت ضفت لها شويه الماء سخون لانها لقيتها شويه خاطره، بما انه ضفت لها البوا كاسي. وكي نقولوا لا سوب وشوربه وهاد الصوالح، نقولوا الكسره. انا ما نكذبش عليكم نحب بزاف الكسره مع هادو ما حتى البقوليات لوبيا عدس، ما شاء الله يعني. نقدر كما يقول الواحد نجوز هذه العصوب هذه، وما ولادي يحبوها يموتوا عليها. حبيباتي الا حبيتو ندير معاكم وصفه تاع الكسره كما نقولوا الفطير كيفاش تخرج لي وتخرجي بزاف بنينه يا البنات. وكما نقولوا ديروها اليوم غدوه تشربوا بها قهوه عادي تبقى على حالها تقعد لكم هكاك جديده. ماذا بيا تكتبوا لي تحت في لي كومونتير هكا باش نشوف راكم حابين مني الوصفه نديرها معكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات ما قدرتش كيفاش نكبر بزاف لا فيديو. المهم هذه هي الكسره. انا درت غير 3 خبيزات برك هذا ما كان. هذه هي الكسره، شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله.